اكيد باين من نوعية الفيديوهات اللي انا بنزلها هنا على القناة ان انا واحد بحب اخد فكرة واعرف معلومات جديدة عن اي حاجة تقع قدامي واشارك معاكم الحاجات اللي انا عرفتها دي. وفي اطار سعيي للموضوع ده كده خطر في بالي ان انا شبه معرفش حاجة عن الفلك والنجوم والكوكبات اللي بتظهر في السماء، وازاي الناس زمان في الصحراء او في البحر مثلا او في اي حتة كانوا بيعرفوا الطريق وبيعرفوا التاريخ كمان بالظبط من مجرد مراقبة النجوم، وحاجات كتير كده حسيت ان هي غايبة عني شوية. فما كان مني بقى الا ان انا رحت اشتريت شوية كتب ومجلات بيتكلموا عن الموضوع ده بالتفصيل. وبعد ما شفت مراجعات وخدت فكرة عن كل حاجة منهم، حسيت ان اكتر حاجة مناسبة ليا وممكن تحطني على الطريق يعني هو الكتاب موضوع حلقتنا النهاردة، كتاب السما من تأليف شادي عبد الحافظ. فيلا بينا نبدأ دلوقتي. كتاب السما متقسم ل10 فصول، كل فصل منهم بيناقش فكرة معينة، والكتاب عموما بيتميز ان هو سهل جدا ومعمول مخصوص للمبتدئين، واسلوب الكاتب فيه واضح ان هو بيكلم حد ما عندوش فكرة. ولو جينا كده نتكلم بسرعة فصل فصل منهم بيتكلم عن ايه، هنلاقي الفصل الاول بيتكلم عن اساسيات المفروض تبقى تعرفها، وازاي لما تبص للسما تحس انك فاهم مش بتبص لمجرد نجوم متبعتره وخلاص. وشويه مصطلحات كانت جديده عليا زي مثلا يعني ايه نجم الشمال، وازاي لما تبص للسما تعرف احنا في فصل ايه، احنا في صيف ولا في شتاء، وازاي النجوم بتتسمى يعني كل نجم جاله اسمه منين، ويعني ايه لمعان النجوم ودرجه اللمعان دي ازاي اعرف لما اشوفها ان النجم ده ألمع ولا ده. وكمان كان في جزء كده ظريف قوي بيعلمك ازاي تقيس المسافات بين النجوم بالدرجات لما تكون باصص للسما باستخدام ايدك وصوابعك. عموما يعني الفصل الاول بيبتدي ياخدك كده من اللاشيء اللي انت كنت فيه ويبتدي يفرش لك الفرشه اللي الكتاب هيكمل عليها بعد كده. الفصل الثاني بقى بيتكلم عن النجوم نفسها كأجرام سماوية، وازاي بتنشأ وازاي بتتكون، والنجم ده اصلا بيتكون من ايه، ودورة حياة النجوم شكلها عامل ازاي، وازاي بتموت في الاخر، والطرق المختلفة اللي ممكن ينتهي بيها مصير النجم، لان هو كده كده بيموت لكن كل نجم بيبقى ليه شكل حياته بتنتهي بيه. والكاتب شرح مفاهيم كتيرة جدا ليها علاقة بالنجوم زي الأقزام والعمالقة والنجوم النيوترونية وحاجات كتيرة كده برضه. الفصل الثالث بقى كان بداية المعلومات الجديدة لانج، لأنه بيتكلم عن حاجات أنت ممكن تكون ما تعرفهاش أو ما سمعتش عنها قبل كده لو أنت ما جربتش فعلا تقرا في المجال ده. وعنوان الفصل أصلا هو جيران لا تعرفهم، لأنه بيتكلم عن حاجات زي النجوم الثنائية، وإزاي إن أنت ممكن تبص للسماء تبقى شايف نجمة قدامك فاكرها نجمة واحدة بس هي الحقيقة عبارة عن نجمين بيدوروا حوالين بعض. وهكذا بقى اتكلم عن حاجات زي النجوم المتغيرة والمجرات اللي هي أساسا عبارة عن عدد كبير جدا من النجوم اتجمعوا مع بعض. لكن مش بس كده، مش اي شويه نجوم اتجمعوا بيعملوا مجره، برضه بيفصص انواع المجرات وازاي المجره بيتعرف نوعها من شكل وترتيبه النجوم اللي موجوده جواها، والسدم ويعني ايه سديم، والسديم ده بيتكون ازاي، وهل احنا ممكن نشوفه مثلا ولا لا. اما الفصل الرابع بقى ففيه الزبد كلها اللي انا اصلا كنت جاي هنا عشانها. بعد ما الكتاب اسسك وفهمك الحاجات الاساسيه اللي انت المفروض تكون عارفها، بياخدك بعد كده في رحله ودليل تفصيلي للكوكبات اللي بتظهر في السماء، وبيعرفك ان كوكبات النجوم اللي بتظهر في السماء دي مش حاجه ثابته، هي بتتغير، وتغيرها ده بيبقى ماشي مع فصول السنه، وازاي نعرف ان كل فصل جه من شكل السماء في الوقت ده، زي كوكبه الدب الاكبر اللي بتظهر في الربيع او كوكبه الجبار اللي بتظهر في الشتاء. وبالمناسبه انا كنت ببص للسماء بالصدفه وشفت كوكبه الجبار دي وما صدقتش نفسي من الفرحه ان انا لما شفتها عرفتها لوحدي، وبعد كده اتاكدت ان هي فعلا. حسيت فعلا ان المعلومات اللي انا قريتها دي استفدت بيها، وفي حاجه فيا اتغيرت فعلا بعد ما قريت الكتاب عن وضعي قبل ما اقراه. الفصل الخامس بقى اتكلم اكتر عن المجموعه الشمسيه بتاعتنا، عن الشمس نفسها اللي هي اقرب نجم طبعا للارض، والكواكب اللي بتدور حواليها، وحجم الكواكب دي مقارنه بحجم الشمس، وتقسيم الكواكب بتاعت المجموعه الشمسيه لاربعه صخريه واربعه غازيه، واللي بيفصل بينهم حزام الكويكبات، والتفاصيل بتاعت كل حاجه من الحاجات دي. وكمان ايه اللي موجود بعد نبتون. احنا عارفين ان نبتون هو اخر كوكب في المجموعه الشمسيه، بس احنا عارفين برضو ان الكون ما بينتهيش عند نبتون، في حاجات تاني وراه. وكمان الكواكب بتاعت المجموعه الشمسيه دي هل نقدر نشوفها بعينينا كده واحنا واقفين على الارض، ولا في اوضاع معينه لازم نعملها عشان نشوفها، ولا هي ظاهره على طول، ولا ايه بالظبط. اما الفصل السادس بقى فهو كان بيتكلم مخصوص عن القمر. القمر اصلا هو اكتر حاجه بالنسبه لي في السماء بحب شكلها. انا عارف ان القمر هو كده كده ملفت لاي حد، بس انا نفسي بحب القمر زياده عن اللزوم. ساعات كده وانا قاعد لوحدي بفضل باصص للقمر وما بعملش اي حاجه تاني. ففي الفصل ده بقى الكتاب بيتكلم عن جسم القمر نفسه بيتكون من ايه، وازاي القمر اتكون اساسا، وحركه القمر بالنسبه للارض عامله ازاي، وشرح بشكل تفصيلي برضه وفهمني حاجه فعلا ما كنتش فاهمها وكنت هموت وافهمها، وهي منازل او اطوار القمر. ليه في اوقات بنشوف
بنشوف القمر دايره كامله وشكله كله ظاهر قدامنا، وليه في اوقات تانية بنشوفه نص، واوقات تانية بنشوف هلال، واوقات كمان بيكون القمر كله مختفي. وكمان المعالم المميزه اللي على سطح القمر لو انت بصيت له كده هتلاقي فيه حتت غامقه كده، القمر مش كله ابيض، فالحاجات دي عباره عن ايه بالظبط. وبرده شرح عمليه الكسوف والخسوف بتحصل ازاي وامتى، لان هي ليها علاقه مباشره طبعا بحركه القمر. الفصل السابع بقى فصل مسلي جدا، واكتر فصل كان بالنسبه لي مسلي عشان هو بيتكلم عن التلسكوبات تحديدا بالتفصيل الممل، وبيفصص لك التلسكوب ده بيتكون من ايه بالظبط، وايه انواعه، وايه الاختلاف اللي بيبقى بين كل نوع ونوع، وايه تركيب كل تلسكوب، والحامل بتاع التلسكوب حتى اتكلم عنه. وكمان بيشرح لك لو انت عايز تشتري تلسكوب ايه النصايح اللي تعملها عشان تجيب اول تلسكوب في حياتك وانت بتشتريه، وازاي اصلا تختار التلسكوب المناسب ليك انت. وكمان بين لك بعد ما تجيب التلسكوب ايه اول حاجات تقدر ترصدها في السماء بسهوله وتبص عليها من خلال التلسكوب بتاعك. الفصل ده عجبني جدا لانه شرح حاجات كتيره قوي في موضوع التلسكوبات ده، وانا من زمان اصلا من وانا صغير عندي امنيه كده ان انا كان نفسي اجيب تلسكوب وابص بيه للسماء، بس طبعا ما كنتش عارف ان في الحوارات دي كلها اللي انا فهمتها دلوقتي. الفصل الثامن بقى ما اتكلمش عن موضوع محدد، بس خد كذا حاجه متنوعه كده ممكن تظهر في السماء من وقت للتاني، زي المذنبات والشهب والذي منه. اما الفصل التاسع فهو كان مركز على مدى ضخامه حجم الكون والمسافات الشاسعه اللي بين الاجرام السماويه اللي احنا شايفينها قدامنا جنب بعض، بس هي في الحقيقه ما بينها ملايين او مليارات الكيلومترات. وكمان عمل اسقاطات للمسافات اللي في السماء دي بامثله نفهمها على الارض. يعني مثلا اقرب نجم للشمس اللي هو هيبقى تاني اقرب نجم من كوكب الارض، لو عايز تتخيل فرق المسافه اللي بينه وبين الشمس، فالنجم ده هو اصغر من حجم الشمس واسمه بروكسيما الاقرب. المهم لو تخيلنا ان الشمس حجمها صغر قوي وبقت بحجم كره سله، فالنجم ده لو حبينا نضرب بيه نفس المثال وصغرناه هيبقى بالنسبه لكره السله دي كره تنس، والمسافه ما بينهم هتبقى الشمس اللي هي كره السله لو هي في مصر، فكره التنس اللي هو اقرب نجم ليها في الفضاء هيكون في المانيا. وخلي بالك ان ده بس اقرب نجم للشمس مش كل الكون يعني، فتخيل بقى مدى ضخامه حجم الكون والمسافات اللي موجوده ما بين كل نجمه والتانيه من اللي انت بتشوفهم كده في السماء. اما الفصل العاشر فبرضه الكتاب ما سابش حاجه، كان بيتكلم عن الابراج، وليه الابراج بتعتبر وهم، وازاي اصلا ايام السنه اتقسمت للابراج دي، وازاي الدجالين بيستغلوا الموضوع ده عشان يضحكوا بيه على الناس، وهل فعلا الابراج دي ممكن يكون فيها جزء حقيقي وليه علاقه بالعلم فعلا والدراسه، ولا هي فعلا كلها مجرد خرافات. وفي اخر الكتاب كمان الكاتب حط لك قائمه كده بكل الاجرام اللي انت ممكن ترصدها، سواء نجوم او مجرات او سدم تقدر تبص عليها انت بتلسكوب صغير او متوسط وانت واقف على سطح الارض. واللي اكتشفته كمان ومن ضمن الحاجات الجديده اللي عرفتها في كتاب السماء ان النظارات المكبره دي تقدر تبص بيها للفضاء، وفي حاجات هتقدر تشوفها بيها فعلا، طبعا مش هتبقى بنفس جوده ووضوح التلسكوبات، لكن انا اول مره اعرف ان هي اصلا بتعمل كده. وبكده انا اكون شرحت لك عموما الكتاب ده ايه اللي جواه بالظبط، انت دلوقتي تقدر تقرر اذا كان مناسب ليك انك تقراه ولا انت مش حابب الموضوع. وبالنسبه لرايي انا لو انت عايز تعرفه فكتاب السماء هو واحد من اكتر الكتب اللي انا ما ندمتش ان انا قريتها في حياتي، كل ثانيه قضيتها وانا باصص في الكتاب ده فعلا استفدت بيها وعرفت حاجه جديده، بالذات كواحد زي ما قلت لكم في اول الفيديو ما كانش عندي اي فكره خالص عن مجال الفلك ده ولا افهم فيه اي حاجه، فعرفت فعلا حاجات كتيره ممكن تبقى اساس ليا بعد كده. والكتاب عموما كان فيه كميه معلومات جديده عليا انا ما كنتش اعرفها، ما قدرتش استوعبها، لدرجه ان انا وانا بقرا الكتاب كان لازم يكون جنبي ورقه زي دي كده بكتب فيها الحاجات الرئيسيه الجديده عليا اللي انا عايز افتكرها بعد كده وارجع لها، لان انا لو ما عملتش كده فكميه الحاجات اللي انا قريتها دي مستحيل افتكرها لوحدي، حتى ولو بس كاتب عنوان المعلومه او الموضوع وكاتب هو موجود في صفحه كام في الكتاب، عشان لو عاوز تعرف حاجه معينه ما ارجعش افر في الكتاب كله. وده برضو واحد من الكتب اللي انا مش هكون قريتها مره وخلاص اتحط على الرف مش هرجع له تاني، لكن ده اتوقع ان انا هرجع له كتير بعد كده. والكتاب برضو على فكره كان فيه بعض النقط كده اللي انا ما فهمتهاش كويس، بس انا اتوقع ان انا لما ارجع اقراه تاني بتركيز هفهم اللي انا ما كنتش فاهمه ده. ممكن اكون انا ساعتها ما كنتش مركز كويس او من كتر اللي انا قريته فانا ما كنتش قادر استوعب حاجه جديده تاني في الوقت ده. وبرضو كتاب السماء فتح لي نفسي على بقيه الحاجات اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو ان انا عايز اقراها بعد كده في مجال الفلك، فانا قررت اني هندمج مع الموضوع ده لغايه ما اجيب اخره. وبس كده يا سيدي، كده اكون قلت لك كل اللي كان عندي بالنسبه لكتاب السماء. ودلوقتي الفيديو خلص، يا ريت بقى لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعرفني الحوار ده من خلال ان انت تنزل تدوس لايك وتشترك في القناه من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. واخر حاجه بس هقولها لك قبل ما تقفل الفيديو، لو كنت اول مره تشوفني خش كده خد لك لفه في بقيه الفيديوهات اللي موجوده على القناه وان شاء الله هتعجبك وتشترك. وبس كده، سلام.